ناس كتير سألتني إيه أصعب الحاجات في مدرسة ويل التكنولوجيا التطبيقية، ودي الصعوبات اللي واجهتني أنا شخصيا. أول حاجة الضغط الدراسي، اليوم الدراسة طويل وفيه مذاكرة وتكليفات كتير، فلازم تكون مستعد تبذل مجهود وتحافظ على مستواك. تاني حاجة الدراسة باللغة الإنجليزية، في البداية هتحس إنها صعبة خصوصا لو جاي من مدرسة حكومية، لكن بصراحة المدرسين بيساعدوك جدا ومع المذاكرة والتدريب هتتعود، وبعد فترة هتلاقي الموضوع بقى طبيعي. أصل طالما يعني طالما قول السؤال تاني. وكمان أنا كنت جاي من مدرسة حكومية، فما كنتش متعود على النظام والالتزام بالمواعيد. يعني عندنا في المدرسة عادي لو اتأخرت شوية أو فوتت الطابور الدنيا كانت بتمشي تمام، لكن فوقيه الموضوع مختلف، هتتعلم إن الساعة هناك مش بتستناك، فلازم تكون ملتزم من أول يوم. هو بلا صياح، أرجوكم بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، أدري إني ساحب. الوضع ريلاكس، ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. من الصعوبات كمان نظام المخالفات، هو صارم لكن الهدف منه إن الطلاب يلتزموا بالنظام ويتعودوا على الانضباط، وصدقني بعد فترة هتعرف إن ده كان في مصلحتك. اوه ماي جاد، واو. وفي نقطة مهمة، المصاريف بالنسبة لبعض الأهالي ممكن تكون مرتفعة، فلازم تتحسب كويس قبل التقديم. وكمان المعادلة، لو هدفك تدخل كلية زي هندسة أو حاسبات فهتحتاج تحقق شروط المعادلة وتجيب مجموع عالي، فلازم تخطط من بدري. وأخيرا محدودية الكليات المتاحة، في معظم مدارس التكنولوجيا التطبيقية محدودية الكليات المتاحة مقارنة بالثانوية العامة، ولو هدفك كليات القمة زي هندسة أو حاسبات فغالبا هتحتاج تحقق شروط المعادلة مع مجموع عالي، لكن في المقابل المدارس دي اتعملت أساسا عشان تؤهلك لسوق العمل، وكمان بتوفر لك فرصة تكمل في الجامعات التكنولوجية ودي الهدف الأساسي منها. وفي النهاية دي مش عيوب في المدرسة، دي صعوبات لازم تكون عارفها قبل ما تاخد قرارك، ولو كنت مستعد ليها هتقدر تستفيد من المدرسة بأكبر شكل ممكن. ولو الفيديو أفادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات أي سؤال عن مدرسة وي أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ولو محتاج نصائح أو معلومات أكتر من واقع تجربتي تابعني، لأن لسه في فيديوهات كتيرة جاية هتفيدك.